بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة معايا سمكية يا حبايبي، زي ما انتم شايفين اهي، كبيرة بلطي. هنعملها سنجاري. هي مش محتاجة اي حاجة الا مش معانا بصل، معايا جزر، معايا كرفس زي ما انتم شايفين، معايا طماطمايه، ومعايا صينية اهي. الصينية نحط فيها حبة زيت، ومعايا كمان توم اللي انا كنت عاملاه معاكم مفرزاه اهو. هنعمل ايه؟ هنحط حبة زيت في الصينية، وبعدين نحط السمكية ونحطها في الفرن اهو. حبة زيت في الصينية كده. ممكن تحطي تحتها بطاطس وفلفل وطماطم، بس انا مش هحط تحتها الحاجات دي، انا هحشيها بس. هجيبها كده اهي اهو، هفردها في الصينية واحط لها الثوم اللي انا مفرزاه اهو اهو. هندعكها بالثوم كده اهو. وهنحط عليها شوية زيت وهنحطها في الفرن، وبعد 10 دقايق هنطلعها وهنحط عليها الخلطة اللي انا وريتها لكم اللي هي دي. بس هنحطها الاول في الطاسة شوية على البوتاجاز، بعد كده نحطها على السمكة بعد ما نطلعها. كده حطينا لها الثوم وحطينا شوية زيت بس في الصينية. معايا الطاسة سخنت اهي، هنحط فيها الحاجات دي كلها اهو، انتوا شايفين كده. هنجيبهم هيتسالوا معايا. معايا كرفس برضو، وهنحط عليهم برضو توم اهو اهو. هنقلبهم كلهم لحد ما يتبلوا. بعد كده هنحطهم على السمك. يا حبايبي خضار تبلته، انا بس بدبله وهطفي عليه. هنحط له ملح طبعا والكمون بتاعه حطه، ادي الملح والكمون والكزبره، ومعايا كمان شرايح ليمون اهي اهي. خلاص كده هطفي عليه. وادي السمكية اللي انتوا شايفين اهي، حطيت لها الثوم وهحطها في الفرن 10 دقايق واطلعها احط عليها الخضار ده. ادي يا حبايبي السمكة بعد ما طلعتها من الفرن بعد 10 دقايق، وادي الخلطة زي ما انتوا شايفين. هنحطها اهي، هنحطها وهنرجعها تاني الفرن 10 دقايق وتاكلوها بألف هنا وشفا اهي. نحط الخلطة كده عليها وهنحطها في الفرن الكرفس والجزر زي ما قلت لكم. ممكن تحطوا لها بطاطس، بس انا مش حاطه لها بطاطس، عملناها كده. ادي يا حبايبي السمكه بعد ما حطينا عليها الخلطه هنحطها في الفرن. ادي يا حبايبي صينيه السمك بعد ما طلعت من الفرن. ايه رايكم فيها؟ عايزاكم تجربوها، تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وبألف هنا وشفا. متنسونيش في اللايك والشير.